ليلة 30 سبتمبر 1888 وايت شابل دخلت في كابوس ما يتنسيش. الليلة دي اتسمت بعد كده بالليلة المزدوجة. الساعة 1 بعد نص الليل في شارع ضلمة لقوا جثة إليزابيث سترايد، رقبتها متقطعة بس جسمها ما كانش متشوه زي باقي الضحايا اللي قبلها. الشرطة قالت يمكن القاتل اتفاجئ أو اتشغل بحاجة فهرب قبل ما يكمل طقوسه، بس الليلة دي ما خلصتش هنا. بعد أقل من ساعة وعلى بعد شوارع قليلة لقوا مشهد أبشع. الجثة المرة دي كانت كاترين إدويز، رقبتها متقطعة بطريقة بشعة ووشها متشوه بخطوط سكين وبطنها مفتوحة. الجريمة دي رجعت الرعب لأقصى درجة. دي مش صدفة، ده قاتل بيعرف بالظبط هو بيعمل ايه. والغريب انهم لقوا جنب الجريمة حاجة غامضة، حتة قماشة متلطخة بدم الضحية مكتوب جنبها جملة بالتباشير على الحيطة: اليهود مش هم اللي هيتلاموا على لا شيء. الجملة دي فتحت أبواب جحيم جديدة. هل القاتل بيحاول يزرع فتنة دينية ولا دي مجرد تمويه علشان الشرطة تضيع وقتها في اتجاه تاني؟